السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله دائما تكونوا بالف خير، صحه وسلامه وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اقتراح ديال اليوم واحد المملحه وجديها للفطور كتجي رائعه، غير بشويه ديال الصدر ديال الدجاج وبزاف د الخضره غادي نحضروا احسن مملحه مفرمجه لذيذه وبنينه ما تشبعش منها وكتوجد في الدقيقه 90. ما تنسينيش بلايك الفيديو الى عجبك الفيديو، وواحد كومونتير زوين واخا يكون غير قليبات، واشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلك اي جديد. طريقة التحضير سهلة مهلة. عندي كاس الحليب، ممكن تعوضيه بكاس الماء او كاس الماء فيه معلقة ديال الحليب غبرة. عندي معلقة كبيرة ديال السنيدة، ومعلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز، ممكن هاد حبيبات او المعجونة اللي كانت عندك. كنزيدو لهم واحد الكاس ديال الدقيق، وغادي نخلطو مزيان ونخليو هاد المقادير هادو حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم ويختمر لينا تقريبا واحد 5 دقائق. غادي نغطيو عليه ونخليوه يرتاح. من بعد ما تفاعلوا هاد المقادير هادو كنزيدو عليهم 4 كاس ديال الزيت العود او الزيت النباتيه اللي بغيتي، واحد شويه د الملحه حسب الذوق. وغادي نكملوا الدقيق اللي بقى ليا. هنايا استعملت 3 الكيسان ديال الدقيق، الكاس اللي درتو في الاول وهادو 2 كيسان معبورين 300 غرام. غتدخل لكم 300 غرام ديال الدقيق في كاس ديال الحليب. غادي نعجنو مزيان، ما غاديش ندلكها، غير غادي نجمعها وغادي نخليها تخمر. صافي دهنوها بشويه ديال الزيت وخليوها تخمر، وغادي ندوزو ان شاء الله لتحضير الحشوه. بالنسبه للحشوه، في واحد المقيله درت شويه الزيت العود وواحد شويه ديال الصدر ديال الدجاج، ممكن تعوضيه بالكفته او اللي كان عندك متوفر. غادي نضيف عليه شويه د الملحه ونخليه يتقلى. غادي يتقلى مزيان مزيان. في المرحله الاولى كيتقلى وكيطلق الماء، في المرحله الثانيه كينشف وكيبدا يتحمر هكا باش كيجي فيه المذاق ديالو زوين بزاف. هنايا صافي راه نشف من داك الماء اللي طلق وبدا داك الصدر ديال الدجاج كيتحمر. غادي نزيد عليه واحد البصيله مشلطه، وهنا عندي خيزو استعملت غير وحده اللي حكيتها في الحكاكه الرقيقه وغادي نضيفها. صافي غادي نخلط المقادير وغادي نزيد واحد شويه ديال البزار، ماشي بزاف. هاد الوصفه هادي ما فيهاش العطريه، فيها غير شويه البزار وشويه ديال الزعتر، كتجي بنينه بزاف. واحد المعلقه كبيره ديال لاصوص الصوجا، انا صراحه داكشي اللي بقى ليا درتو. نتوما ديروا معلقه كبيره عامره مزيان ديال لاصوص الصوجا. صافي هنايا فاش كيتشحر ليا داك البصيله وكيهبط ليا داك خيزو، كنزيد شويه د الفلفله حمراء، ممكن ديروا حتى الفلفله خضراء. انا هنا درت غير الفلفله حمراء حيت كتعطي واحد المذاق زوين في الحشوات. صافي كنخليها حتى كتهبط ليا ديك الفليفله وكنطفي البوطه. وها الحشوه ديالي واجده. كندوزو للعجينه من بعد ما خمرات، كنديروا واحد الورق ديال الطبخ وكنطلقوها مزيان على شكل دائره. كنطلقوها مزيان، تكون شويه ما تكونش غليظه بزاف، تكون شويه رقيقه حيت مازال غتدخلوها للفران وغادي تنتفخ ليكم. صافي من بعد ما طلقناها كنقطعوها على 4، من بعد كنقطعو على 5، من بعد على 6، وكنقطعو على 8. صافي وكنديرو هادوك الشريطات الفوق، 3 ديال الشريطات باش كيعطينا واحد المنظر زوين هكذا فاش كنطويو داك العجينه على اختها.
من بعد كنزيد واحد شويه ديال لاصوص طوماط ديال اولا، ممكن ديروا ديال الدار، انا درت غير هاد الجاهزه هادي، راها كتجي صراحه بنينه بزاف. صافي كنسرحوها شويه وكنحطوا الحشوه ديالنا. الحشوه من بعد ما بردات تماما، انايا كندير تقريبا معلقه كبيره وشويه في كل بلاصه. وهنا كنزيد الفرماج اللي كيكون محكوك. بالنسبه لهذا الفرماج انا كنستعمل هذاك شيزلي ديال بيم، واعر بزاف، فيه 45% ديال الدهون، كيجي معلك. ماشي بحال داك الفرماج الاحمر الا درتوه بوحدو راه كيجي ناشف. انا هاد الشيزلي هادي راه مخلطه ما بين غاستروميكس ومخلطه ما بين الفرماج احمر، صراحه راها كتجي بنينه، حتى البنه ديالها زوينه. صافي وكنولي نطويهم هذاك الجانب ديال المثلث كنردو على الحشوه. فاش طويوها هكذا شدوا مزيان هذاك الراس ديال داك المثلث، دخلوه مزيان في داك العجينه باش ما يدخل الفران ما يتحلش ليكم. هنا كناخذوا غير واحد صفرة البيض، كنزيدوه فيه شويه ديال الحليب وكندهنوا به هاد المملحه ديالنا. بالنسبه للفران راه فاش كتكوني هكذا كتشكلي فيها وكتعمريها كتشعليه سخون حتى كيسخن مزيان. انا هنايا حتى سخن ليا مزيان الفران، درتو على 200 درجه حتى سخن مزيان، وهبطت ليه الحراره وخليتها طيب في خطره. دفعه واحده انا طيبتها من الفوق ومن التحت، دفعه واحده. اللي عندها فران ديال الغاز العادي كتدخل اللاطه ديالها من الفوق حتى كتحمر ليها المملحه من التحت وكتهبطها لتحت تحمر لها من الوجه ديالها. بالنسبه للوجه ديالها ضروري ما تردي معها البال، راها دغيا كتحمر فاش كتكون طايبه من التحت، دغيا كتحمر من وجهها. وهذا هو الشكل ديال المملحه من بعد ما خرجت من الفران. عطيوها الخاطر تقريبا ما غتكمل لكمش واحد 20 دقيقه في الفران. الا كان الفران هكا سخون مزيان غتنقصوا ليها حتى كتهبطوا ليها شويه غير شويه د الحراره. بالنسبه للفران الضو غتخليوها على 180 درجه من الفوق ومن التحت. بالنسبه للفران ديال الغاز كتنقصي العافيه المتوسطه وتخليها طيب في خطرها. تقريبا ما كاملاش 20 دقيقه كتكون واجده. ضروري يكون الفران سخون مزيان باش هاد المملحه هادي من تدخلوها الفران ما كتقصحش ليكم بحال شكل الطياب ديال البيتزا. يعني الفران كيكون سخون بزاف والعافيه كتكون مرتفعه، هادي لا، يعني الفرن كيكون سخون مزيان والعافيه كتكون متوسطه. بصحه والراحه صراحه كتشهي، كتجي مقطنه، كتجي لاباط ديالها هشيشه بزاف وكتجي معلكه من الداخل، الحشوه كتجي بنينه. بصحه والراحه ما تنساونيش غير بلايك الفيديو، يا ربي يجعلها في ميزان حسناتكم، ومع السلامه.